الأهلي صرف ملايين خلال السنة اللي فاتت والمحصلة صفر. تعال أقول لك الحكاية. ازيكم عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كده جيدة يا رب. حلقة جديدة من حلقاتنا نتكلم فيها في الكورة، بس المرة دي حلقة كده هنتكلم عن الأهلي، وهنتكلم الموسم اللي فات أو محصلة الموسم اللي فات للأهلي. بس في البداية ما تنساش تعمل شير، لايك، سبسكرايب، يعني اشترك كده في القناة، مش هتخسر حاجة يا صاحبي، وفعل زرار الإشعارات عشان لما تجيلك حلقة جديدة تقدر إن أنت تبص عليها. ليه بقول إن الأهلي صرف ملايين والمحصلة صفر؟ تعال هقول لك ليه. الموسم اللي فات أو الموسم الحالي، يعني بانتهاء ما حدث في كأس العالم للأندية، الموسم الحالي الأهلي ما فاز على فرق كبيرة. هتقول لي يعني إيه ما كسبش فرق كبيرة؟ هقول لك يعني في الدوري الأهلي ما كسبش بيراميدز، وبيراميدز كان بيلعب ب 10 لعيبة. تمام. الأهلي ما كسبنيش، اتعادل معايا ماتش وانسحب في ماتش. تمام. في افريقيا خسر من سان داونز وخرج، مع اورلاندو تقريبا في المجموعات خسر منها برضه وتعادل ماتش. تمام. حتى لما راح عمل بطولة بين فرقتين بس، هو وباتشوكا، خسر. تمام كده. تمام كده. في كأس العالم للأندية صرف ملايين. يعني الأهلي مثلا قبل كأس العالم للأندية جايب مين؟ جاب زيزو، تريزيجيه، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد بن رمضان، وفي لاعب اسمه سيحة، احمد رمضان بيكهام. تقريبا دول اللي انا فاكرهم. جاب 7 لعيبه، 7 لعيبه بملايين. مفيش حد فيهم جاي فري، يعني مفيش حد فيهم ما دفعش فلوس، كله دفع فيه فلوس. والمحصله في كاس العالم للانديه صفر. هتيجي تقول لي يا صاحبي وانت مالك؟ اقول لك انت صح، مش بتاعتي. بس ما تجيش تقول لي تمثيل مشرف، ما تجيش تقول لي ده الاهلي رفع راس مصر، ما تجيش تقول لي اصل ما يعرفش ايه اللي حصل فده اثر على اللعيبه. فلا لا لا خالص، لان انت الفلوس اللي اتصرفت عليك دي، او الفلوس اللي انت صرفتها، لو اتوزعت على الانديه بالعدل ما بين اتحاد كوره وبالمناسبه في نقطه بس مهمه لازم ان انا اوضحها، ان الاهلي الدوري اللي خلص ده لولا بس تعديل في بعض اللوائح واللي احنا فاهمينه واللي حصل كان زمان المحصله صفر يا صاحبي. الاهلي طالع صفر بطولات. انا واخد الكاس، تمام، هو ما خدش الدوري، بيراميدز خد دوري افريقيا، فالمحصله صفر. وبالمناسبه في كاس مصر انت ما لعبتش لان انت انسحبت، او ما لعبتش الموسم اللي فات، فانت مش هتلعب الموسم ده. كاس الرابطه انت طالع اخير في المجموعه بتاعتك. يعني انت الموسم اللي فات واقعيا لولا ان اللوائح اتعدلت والقوانين اتعدلت ليك انت كان زمانك صفر بطولات. صفر بطولات. انت ما فيش بطوله خدتها. افريقيا خرجت، الدوري ما خدتوش، الكاس ما دخلتش، كاس الرابطه انت خرجت منه، فانت موسم صفري بمعنى كلمه موسم صفري. فالناس اللي بتقول لك تمثيل مشرف ومش تمثيل مشرف والاهلي بيرفع راس مصر بره، يا باشا مفيش الكلام ده. الكلام ده كله اونطه وكلها عارفه بعضها. انت فاهمني؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، يجي يقول لك ايه، هو انت اصلا ما دخلتش البطوله كزملكاوي عشان تيجي تتكلم معاه؟ يا عم انا عارف ان انا ما دخلتش البطوله يا عم. يا عم والله اصل دي، يعني معلش مع احترامي الكامل ليك، ما في فرق كبيره ما دخلتش البطوله برضه. في فرق كبيره ما دخلتش البطوله. فانا عارف ان انا ما دخلتش البطوله والله. يعني انت بتتكلم صح على فكره، انت مش غلط، انت صح. بس انا ما تجيش تصدر لي مشهد ان انت حد مش فاشل. لا، انت فاشل. انت جبت صفقات عشان تداري بيها الخيبه اللي انت فيها بس، وصفقات كلها كيديه، وكلنا عارفين الصفقات دي اصلا اساسها ايه، ومين مع مين ومين ضد مين يعني. فانت الموسم اللي فات ده انت موسم صفري. صفري بمعنى كلمه صفري. انت ما جيتش يا اسطى، فكك. انت فاهم حاجه؟ انا كنت بس حابب اطلع اتكلم في الحاجه ديت لان محدش بيتكلم فيها، والناس كلها شايفه بتصدر مشهد ان الاهلي، لا الاهلي عامل موسم كويس والصفقات وبتاع. صفقات ايه يا جماعه؟ انتوا بقيتوا تبصوا للصفقات ونسيتوا البطولات. ده بالنسبه لي الاهلي حاليا يعني. وبالمناسبه تاخد كل الصفقات الحلوه اللي في السوق يعني، بس ما عملتش بيها حاجه. جبت بيها 4 تجوان، الاسعار ولعت.
ولا مش عارفش 5 تجوان في كاس العالم للانديه، ما اعرفش كام جون، 4 تجوان بتوع بورتو. فيا جماعه بعد اذنكم يعني يا ريت بس اللي يتناقش معايا، انا حابب اللي يتناقش معايا في التعليقات او في الكومنتات يوضح لي وجهه نظر. ما تجيش تهاجم لمجرد الهجوم، ما تجيش تقول لي لا ده في كذا 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 كذا. يا عم لا، كلمني ورقه وقلم، قول لي الاهلي الموسم اللي فات خد ايه غير الدوري بمساعده تاني. الاهلي السنه اللي فاتت خد الدوري بمساعده وتعديل اللوائح، غير كده انت ما كنتش تاخد اي بطوله يا معلم. ماشي يابا، سلام.